ركز معايا بس 5 ثواني. لو انت بتتمرن اي تمارين في الجيم، اسوأ حاجه في الجيم انك تزود تمارين على امل اللي مع كتر التمارين دي انت كده بتتطور اسرع. دي غلطة كبيرة هتبوظ شكل جسمك، مش بس هتوقفه مكانه ده، لان زي ما كلنا عارفين يعني العضلات مش بتكبر في الجيم، العضلات بتكبر بالراحة، الريكفري، الاكل. فلو الاستشفاء مش متوافق مع حجم التدريب بتاعك يبقى انت عمرك ما هتشوف نتيجة. حتى البروتين اللي بتاكله حتى لو مظبوط، بدل ما يعمل لك هايبرتروفي او ضخامة مش هيعمل كده، هو يا دوبك يصلح التهتك اللي حصل في العضلة نتيجة الاوفر تريننج. ده غير الجهاز العصبي بقى يا صديقي، هيكون تعبان جدا وهتكون مجهد جدا في باقي يومك. حتى لو بتتمرن قبل النوم فانت هتقوم تاني يوم مجهد جدا. يا ريت تعمل احمال لنفسك، تعرف امتى تزود حمل، تزود مجاميع اللي هي الفوليوم، او تزود انتنسيتي زي الوزن، وامتى تعمل لنفسك دي لود اللي انت تقلل اوزانك اسبوع مثلا، وهكذا. ما هو انت مش بتبقى في اعلى ليفل دايما، انت لازم تشتغل متموج. يعني اسبوع مثلا انت بتشتغل 50% من قوتك، الاسبوع اللي بعده 75%، الاسبوع اللي بعده 100%، الاسبوع اللي بعده 120، وهكذا. انت لازم تبقى نازل طالع، واهتم بالجوده مش الكميه. لو انت مش ماشي بنظام غذائي واضح ومش بتاخد احتياجك من البروتين، انصحك تقلل الحجم التدريبي على قد ما تقدر، من حيث انك تقلل عدد الايام في الاسبوع اللي انت بتتمرنها. وصدقني رغم انك مش بتاخد احتياجك من البروتين بس هتلاقي نتيجة مرضية جدا. لكن تجنب ان انت تزود تمارين او تزود مجاميع او تزود وزن بشكل مبالغ فيه طول التمرينة. الدنيا سهلة يعني، المهم انت تتمرن بس. وما تنساش اللايك والفولو لو عايز معلومات من دي تاني. سلام.